بيبدأ ملخصنا مع راجل اسمه جو اللي بيكون مدرس بدوام جزئي في مدرسة للموسيقى، وهو في الحصة بتاعته وبيعلم التلاميذ انهم يعزفوا مقطوعة موسيقية بتناغم مع بعض. واحد من الطلاب دول بيكسر الآلة بتاعته، والتاني بيستعمل الأداة بتاعته علشان يشفط بيها الحلويات من على الأرض، والتالت كان بيلعب بالتليفون بتاعه لدرجة ان هو وقعه في الآلة بتاعت زميلته. وبيجي الدور على ريتشل اللي بتكتشف ان هي نسيت الأداة بتاعتها أصلا. جو بينتبه لكوني اللي بتكون بتعزف معزوفة منفردة لنفسها وبترتجل فيها لدرجة ان كله بقى بيضحك عليها. على طول بيتدخل جو وبيقول لهم اهدوا، مفيش مشكلة ان هي ترتجل او تعمل حاجة لسه بدري عليها. بيقعد على البيانو وبيبدأ يعزف وبيشارك الطلاب قصته لما كان باباه بياخده النادي الموسيقى بتاع الجاز، وانه كان مفتون بموهبة العازف اللي هناك لدرجة ان هو اتعلم البيانو بسببه. بيندمج مع الموسيقى وبيقول لهم ان دي اللحظة اللي هو عرف فيها ان هو اتولد علشان يعزف على البيانو. بعدها في مدرسة بتخبط على باب الفصل، فبيعتذر من الطلاب وبيطلع علشان يكلم معاها. بعدها بتقدم له جواب وبتقول له ان انت اتقابلت في المدرسة ان انت تشتغل بدوام كلي. جو بيبان عليه ان هو مش متحمس، بياخدها وبيدخل الفصل تاني وبيبص على الصور الموسيقيين المتعلقة على الحيطة. بعد ما بيخلص بيروح لمامته وبيقول لها على اللي حصل. على طول بتقول له ان انت لازم تقبل العرض ده، لكنه مش مقتنع بالكلام ده ويقول لها هيدور على خطة تانية. فبتقول له انت لازم تدور على خطة احتياطية للخطة بتاعتك. وبعدها بتفكروا بانهم ضحوا بحاجات كتير علشان يخلوه يكمل تعليمه. فبتقوله ان ده الوقت اللي انت ترد فيه الجميل علشان احنا محتاجين معلمين اكتر في العالم ده. بيقول لها خلاص هقبل بالعرض، وهو بيتنهد كأنه مجبر على قراره. بعدها تليفونه بيرن، وده بيكون تلميذ سابق كان بيتعلم على ايد جو واللي كان اسمه كيرلي. كيرلي بيقول لجو ان هو دلوقتي عازف درامرز في فرقة دورثيا ويليامز وانهم هيبدأوا العرض الليلة. جو كان منبهر جدا وبيهني كيرلي. جو كان مبسوط جدا لدرجة انه بيقول لكيرلي ان هو كان هيموت وهو راجل سعيد لو قدر بس ان هو يعزف مع دورثيا ويليامز. على طول بيقول له ان ده يوم حظك، ايه رايك لو انت جيت عملت اداء قدام دورثيا؟ على طول ما بيضيعش وقته وبيجري بيدخل المكان وبيتأمل في اللوحات الموجودة على الحيطة وبيكون منبهر جدا. كيرلي بيرحب بيه وعلى طول بيشرح له ان هما محتاجينه مكان ليون. اول ما بيدخل بيشوف دورثيا ويليامز ومعها الساكسفون بتاعها. جو وكيرلي بيقربوا منها، بمجرد ما بتوقف عزف كيرلي على طول بيقدم جو ليها، بيقول لها ان ده كان المدرس بتاعي. جو بيقدم نفسه، لكن دورثيا شكلها تقيل جدا وما ابدتش اي انبهار. على طول بتطلب منه ان هو يبدا العزف. قبل ما جو يقعد علشان يبدا كلهم بيمسكوا الالات بتاعتهم وبيبداوا يعزفوا. جو بيسال ايه المفروض يعزفوا، لكن الفرقه ما بتعبروش وبيكملوا عزف. بعدها بيتمكن ان هو يلحق بيهم ويمشي على التون بتاعتهم. في النهايه بيقدر يشتغل معاهم وعلى طول بيرتجل وبيخش في عالم تاني لحد ما الموسيقى بتنتهي. كل الفرقه كانت مندهشه من ابداعه. جو بيفكرهم غضبانين منه، على طول بيعتذر، لكن دورثيا بتطلب منه ان هو يحصل على بدله جديده علشان في عرض الساعه 9. جو بيطلع برا الملهى وهو مبتهج جدا وبيتنطط من الفرحه وبيكلم شخص في تليفون وبيشاركه قد ايه هو متحمس ومبسوط، لدرجه ان هو مش واخد باله من كل المصايب اللي كانت ممكن تحصل له وهو ماشي في الطريق، زي ان الطوب كان هيقع فوق دماغه، الباص كان هيخبطه، والموز كان هيزحلقه، لدرجه ما فاق بسبب الكلب اللي بيهوهو عليه. وهو بيمشي بظهره على طول بيقع في بلاعه. فجاه جو بيتحول لروح. أول ما بيقوم بيلاقي نفسه مرتبك بسبب البيئة الجديدة اللي عايش فيها، وعلى طول بيشوف ضوء كبير المفروض ان هو يتسحب جواه، وده بيكون العالم تاني. بيجري في الناحية التانية بيلاقي 3 أرواح صغيرين وبيقول لهم ما ينفعش تمشوا في طريق ده، لازم تمشوا عكسه، وان هو عايز يرجع للعالم تاني لان في حفلة مستنياه النهاردة بالليل. روح منهم بتكون عجوزة وبتمسكه من ايده وبتقول له ان ده الوقت اللي احنا لازم نروح فيه للمكان العظيم. جو بيبعد عنهم برغم ان هم بيحذروا ان هو مشيش في الاتجاه ده، لكنه ما بيسمع لهمش وبيجري برضه. وهو بيتضاير بياخد باله ان هم تحولوا الكرات وبيدخلوا للدايره الكبيره دي. على طول بيخاف وبيحاول يجري باقصى سرعه. بيصادف ارواح كتير جدا بيحاول يعدي من وسطها، وهو بينبههم ان هم ما يمشوش في طريق ده لحد ما بيوصل لاخر الطريق وبيقع في ضلمه. بعدها بيفوق وبيلاقي نفسه انتقل لبعد تاني، وبيلاقي حواليه ارواح صغيره تانية كتير وبتكون فضوليه جدا وبيرفعوه ويلعبوا بيه زي الطفل. بعدها
بعدها بيظهر معلم واللي بيكون اسمه جيري. جو بيسأله هو دلوقتي في الجنة ولا في النار، وبعدين بيسألهم لو هو مات. جيري بيرد عليه بيقول له ان انت لسه ما موتش. على طول جيري بيعرفه بنفسه وبيقول له انت هتدي ندوات اللي هتساعد الارواح ان هي تبقى شخصيتها كاملة لحد ما توصل للمكان العظيم. في الناحية التانية في العالم العظيم بيلاحظوا ان في روح مفقودة. بعدها بنرجع تاني لجو وجيري، واللي بيسأل جيري ازاي يقدر يرجع للارض من تاني. جيري بيرد عليه وبيقول له ان الارواح بتستخدم بوابة الارض فمجرد ما بيكون ليهم شخصية كاملة. لما بيرجع جيري يبص على جو تاني ما بيلاقوهوش معاه. بيكون جري على الفتحة علشان ينط منها ويوصل للارض. بينط عشان يوصل للارض لكنه بيرجع تاني. بيحاول مرة تانية وتالتة لكن بدون فايدة. جيري بيعتقد ان جو واحد من المرشدين وعلى طول بيقدمه لشخص تاني واللي بيكون اسمه برضه جيري. جو بيحاول يشرح لجيري ان هو مش المفروض يكون هنا، فبيقول له لو انت مش من هنا نقدر نوديك للعالم العظيم. لكن جو مش عايز يروح هناك، جو عايز يرجع للارض. بعدها بينزل تيري وبيقول لجيري ان في روح مفقودة. جيري مش مصدق الكلام ده وبيقول له دور تاني يمكن تكون غلطان. تيري بيروح مكان واللي بيبدأ فيه يراجع الملفات بتاعته. جو بيروح لمكان زي السينما واللي بيتعرض عليه شاشة كبيرة وبيكون عليها واحد اسمه جيري واللي بيشرح للجميع عبر شاشة عملاقة ان كل الارواح الجديدة بيكون ليها شخصيات فريدة المفروض تطبق عليها عن طريق بادجات بتتلزق عليها، واخر بادج لازم يكتمل ده اللي بيكون فيه الشغف بتاع كل واحد وده اللي بيحدد شخصيتهم كاملة واللي بيديهم شرارة علشان يقدروا ينزلوا للارض. بعدها جو بيتخيل ازاي يقدر يعمل كده بانه ممكن يساعد روح توصل على الشرارة بتاعتها وساعتها يقدر يرجع لجسمه تاني ويرجع للارض ويقدر يأدي المعزوفة بتاعته في الوقت المحدد. بيروح علشان يشوف الروح اللي المفروض ان هو يوصلها للشرارة بتاعتها، فبيعرضوا عليه الروح رقم 22 اللي مفيش اي حد حاول يقنعها ولا يوصلها للشرارة بتاعتها. ساعتها بينتهي شخصية دكتور بورغنسون الحائز على جائزة نوبل. الروح رقم 22 بتقدر انجازاته كلها لكنها بتقول له انت لازم تستسلم لان انا مش عايز انزل الارض، انا مرتاحة هنا. على طول جو بيكلمها وبيقول لها ان هو مش الدكتور ده وان هو مش مرشد اصلا وان هو محتاج ان هو ينزل على الارض. بعدها بتاخده من ايده وبتعرض له شريط حياته وبتعرض له اللحظة اللي وقع فيها في حب موسيقى الجاز وبتظهر له عدد المرات اللي اترفض فيها جو بيشرح لها عن كم المعاناة اللي هو واجهها في حياته وبيطلب منها البادجات بتاعتها علشان يقدر هو اللي ينزل الارض. على طول بتشيلها وبتديها له لكنها بترجع لصدرها تاني. بيروحوا لقاعة كل شيء ودي اللي بيكون فيها المواهب بتاع كل واحد وكل واحد فيها بيلاقي الشغف بتاعه اللي بيولد له الشرارة اللي بتخليه ينزل للارض. على طول بياخدها علشان يشوف هي هتبقى شغوفة بايه وبيحاول معاها مرة واثنين وعشرة لكن للأسف هم أرواح ما بيقدروش يدوقوا ولا يشموا أي حاجة وهي مش عارفة تتشد بأي حاجة. بعدها بيدخلوا في صندوق وبيتعرفوا على مون ويند. جو بيسأله لو هو يقدر يساعده إنه يرجع لجسمه من تاني. مون ويند بيأكد إن هو يقدر يعمل كده طالما هم قادرين يساعدوا أرواح الأرض المفقودة. مون ويند اللي بتكون وظيفته إن هو يوصل الشغف لأرواح الناس اللي هم مش لاقيين روحهم ولا شغفهم واللي بتكون أرواحهم تايهة. مون ويند بيقترح عليهم إن هم يروحوا مكان تاني. بعدها جو بيحاول يتأمل كوكب الأرض فعلى طول بيظهر فتحة عليها كوكب الأرض. مون ويند بيطلب منه إن هو يحافظ على حالته التأملية. على طول بيشوف جسمه وهو نايم في المستشفى بعد ما وقف في البلاعة. بعدها بيحاول ينط. بيحاول مون ويند ده هو يمنعه لكنه بيحاول يرمي نفسه. وقتها بيزق معاه رقم 22 والاتنين بيقعوا في المستشفى. بعدها جو بيفتح عينه بيلاقي إن جسمه قدامه وبيكتشف إن جسمه بقى جوه القطة وإن رقم 22 هو اللي في جسمه. جو بيحاول يقول لهم اللي حصل لكن صوته صوت قطة محدش فهمه. رقم 22 بيحاول يقلد جو وبيقول للدكتورة ان هم كويسين. جو بيحاول يهرب هو ورقم 22 لكن رقم 22 مش متعود على الجسم ده، مش قادر يمشي ولا يقف على رجله ولا يعمل اي حاجة. بعدها في النهاية بيتمكنوا ان هم يخرجوا برا المستشفى. رقم 22 خايف من الطريق وخايف من العالم اللي هو بقى فيه. جو بيطلب منه ان هو يستمر ان هو يمشي. رقم 22 متضايق جدا علشان جو ورطه في انه ينزل العالم وبيقعد في جنب لوحده وبيقرر ان هو لا ياكل ولا يشرب لحد ما يموت من الجوع ويقدر يرجع لعالم الارواح من تاني. بعدها جو بيجيب له قطعه بيتزا وبيقول له بس جربها. اول ما بيجربها بيتصدم من حلاوتها. رقم 22 شغفه بدا يتحرك وهما ماشيين في الشارع بيقابلوا مون وين اللي كان متجسد في جسم بني ادم. بيروحوا له بيطلبوا ازاي ان هما يقدروا يبدلوا جسمهم مع بعض فبيقول لهم ان هو محتاج ان هو يأدي شويه طقوس. جو بيقول له احنا مستعجلين جدا لان انا لازم أأدي الاغنيه بتاعتي في البار الساعه 9. مون ويند بيقول له ان الطقوس دي مش هينفع تتعمل الا الساعه 6:30. بيروحوا يركبوا تاكسي وبيروحوا للبيت بتاع جو علشان يستعدوا للحفله. في الوقت ده تيري بيكتشف مين الروح المفقوده وعلى طول بيقرر ان هو ينزل
الارض علشان يجيبها. جو بيساعد 22 ان هي تلبس البدلة. هو بيحاول ان هو يظبط له شعره، على طول بيبوظ له شعره. بعدها بيروح للحلاق علشان يظبط له شعره. بيسأل الحلاق هل هو مبسوط في المهنة بتاعته. بيقول له في الواقع انا كان نفسي ابقى طبيب بيطري، لكن علشان الفلوس اضطريت ان انا ابقى حلاق، لكن مع الوقت حبيت الشغلانة، خصوصا ان كل واحد بيجي بيكلمنا عن حياته، ودي حاجة بقت بتمتعني جدا، وان انا بقدر اساعد الناس ان هي يبقى شكلها احسن. بعدها بيخلصوا. رقم 22 ماشي، لكن القبعة بتقع من راسه، وهو نازل البنطلون بيتقطع، والطريقة الوحيدة علشان يصلحوا بيها البدلة ان هما يروحوا عند والدته. بعدها جو بيقول لها اوعي تجيبي سيرة الحفلة لان ماما ممكن ما توافقش، لكن بيكتشف ان هي عارفة كل الكلام ده ومتضايقة جدا ان هو رفض الفرصة ان هو يبقى مدرس. لكنه بيبدأ يكلم مامته بصوت عالي وبيصدمها لما بيقول لها هيحصل ايه لو انا عملت الحاجة اللي نفسي فيها، مش يمكن دي اخر حاجة انا ممكن اعملها في حياتي. بعدها والدته بتتأثر واخيرا بتوافق. بعدها بتديله بدلة علشان يروح بيها الحفلة. اخيرا رقم 22 لقت شغفها على كوكب الارض. جه الوقت الساعة 6:30 علشان تبدأ طقوس ويبدلوا جسمهم مع بعض، لكن 22 حابة انها تفضل في جسم جو، مش عايزة تتحرك منه. جو بيبدأ يكلمها بيقول لها ده جسمي، انا لازم اتنقل للجسم ده، انت خدت شغفك عن طريق جسمي. على طول بتسيبه وبتجري. بيطارد رقم 22 وبيدخلوا نفق هما الاتنين، وفجأة بيتفتح بوابة لعالم تاني وبيرجعوا روحين من تاني وبيتخانقوا مع بعض. وهما بيتخانقوا جيري بيكتشف ان الدايرة بتاعت رقم 22 اكتملت وان هي دلوقتي تقدر تنزل الارض. رقم 22 بتحس بالزعل وتدي لجو البادج بتاعها علشان ينزل كوكب الارض. بعدها بيوصل وبيروح لدورثي وبيطلب منها ان هو يحصل على فرصة تانية لان ده حلمه واخر امنية ليه. بتوافق ان هو يكمل معاهم. دورثي بتوافق وبترحب بيه في البند بتاعها. بعدها بينسجم وبيأدي اداء رائع، لكن بعد ما بيخلص ما بيحسش باي اختلاف ولا ده الشغف اللي كان مستنيه، وبيعترف بده لدورثي. بعدها بيجي له مون ويند اللي بيقول له تعال ندور على رقم 22 لانها بقت روح تايهه. بيركبوا سفينه وبيحاولوا يدوروا عليها، بيحاولوا يمسكوها. جو بيجري وراها لكنها بتتحول لوحش ضخم وعلى طول بتبلع جو. جو بيشرح لرقم 22 ان ده الوقت اللي هي لازم تعيش فيه حياتها. بعدها بترجع لطبيعتها تاني وبيديها البادج بتاعها. فبتقول له انت هتعمل ايه بعد كده؟ بيقول لها انا هقدر اوصلك لاقصى مكان اقدر عليه. بينزل معاها وبيحاول يوصلها لحد ما بيجي المكان بتاعه وبيقف. جو بقى مستعد ان هو يروح للدايره البيضاء الكبيره، لكن وقتها بيجي له جيري اللي بيقول له احنا بنشكرك ان انت ساعدت رقم 22 انها توصل للشغف بتاعها، والنتيجه لده احنا هنديك فرصه تانية على الارض. بعدها بيسالوه ازاي هتقضي وقتك على الارض. بيرد عليهم بيقول لهم مش عارف، لكني هتاكد ان انا لازم اعيش كل دقيقه منها ومش هضيع دقيقه الا لما الاقي فيها شغفي. وده بيعلمنا ان احنا ما نضيعش لحظه في اي هم، واننا لازم ندور على سعادتنا جوه اي شيء، لان اللحظه اللي بتعدي ما بترجعش تاني. يا رب الملخص يكون عجبكم. يا ريت تدعمونا باشتراك ولايك علشان يوصل لكم كل جديد، وكل سنه وانتم طيبين.